ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، من أيام شهر ربيع الأول، حيث ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، والأول من شهر أكتوبر حيث نسائم النصر، نصر أكتوبر المجيد، حيث العزة والكرامة للأمة بأسرها، وبداية عام دراسي جديد. أسأل الله الكريم أن يكون عام توفيق وفلاح ونجاح لجميع طلاب العلم، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، أنعم الله تعالى على الإنسان بنعمة العقل ليصل إلى أسرار الكون من خلال العلم، وأول ما نزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم اقرأ، ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم أخي الكريم طمأنينة القلب، وهداية العقل، واستقامة الفكر، وسلامة العقيدة. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله لمن لا يعرفه صدقة، وبذله لأهله قربة. هو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة، به يعرف الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، يرزقه السعداء ويحرمه الأشقياء. العلم إمام والعمل تابع. فيا كل طلاب العلم، انطلقوا في دراستكم مطمئن القلب إلى أنكم تسلكون طريقا ممهدا إلى الجنة. نور الله أفهامكم وشرح للعلم صدوركم، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة
الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر على ما يقولون
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.